أهلا بكم سنة تانية إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الأسبوع الثامن عن الدرس الرابع في الوحدة الثانية بعنوان الحضارة الإسلامية. الفترة الأولى عوامل قيام وازدهار الحضارة الإسلامية وحتى الحياة الاقتصادية. الأداء الصفي لاحظ وأجب. 1. اشرح كيف أحدث الإسلام عند ظهوره تحولات جذرية في حياة العرب. بعد ما ظهر الإسلام أصبح العرب أمة واحدة ومتماسكة بعد ما كانوا قبائل متفرقة، والرسول عليه الصلاة والسلام أسس مجتمع جديد في المدينة قايم على العدل والشورى والتسامح والمحبة. 2. من خلال دراستك حدد أهم العوامل التي قامت عليها الحضارة الإسلامية. عندنا 4 عوامل قامت عليهم الحضارة الإسلامية: الدين الإسلامي، ومشينا على القرآن الكريم وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة القيم والأخلاق. جاء الإسلام بقيم عظيمة زي الأخاء والعدل والمساواة والرحمة، وكمان بيشجعك على طلب العلم. واللغة العربية ساعدت على توحيد الشعوب اللي دخلت في الإسلام والانفتاح على الحضارات الأخرى من خلال اندماج ثقافات الشعوب المختلفة سواء عربية أو غير عربية، وظهرت هنا الإبداعات المختلفة. 3. دلل على صحة العبارة. ازدهرت التجارة في الحضارة الإسلامية. طالما في ازدهار في التجارة يبقى قبل التجارة كان في زراعة وصناعة، يبقى سبب ازدهار التجارة ازدهار الزراعة والصناعة. والمسلمين كانوا مهتمين جدا بالأسواق والاستراحات والأساطيل التجارية، وإن هم كمان يصلحوا الطرق التجارية. والمسلمين التجار كانوا بيتميزوا بالصدق والأمانة وبيتمسكوا جدا بمبادئ الإسلام السمحة في البيع والشراء. ب. لاحظ وأجب. بالتعاون مع زملائك وضح مراحل الخلافة الإسلامية وأبرز الأحداث في كل مرحلة. عندنا الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية. تعالوا بقى نتكلم على كل واحدة. الخلافة الراشدة اللي هو عصر الخلفاء الراشدين بدأ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتولى أبو بكر الصديق الخلافة وكان هو أول الخلفاء الراشدين. جاء من بعده 3 خلفاء: الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة عثمان بن عفان، والخليفة علي بن أبي طالب. وكانوا ماشيين على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم والعدل ونشر الإسلام. من أهم الإنجازات اللي عملوها جمع القرآن الكريم في مصحف واحد ونشروا الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. وبعد ما انتهى عصر الخلفاء الراشدين بدأ عصر جديد هو العصر الأموي. تولى الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان وجعل عاصمتها دمشق. ومن أهم إنجازات العصر الأموي تعريب الدواوين، أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للإدارة. سك العملة الإسلامية واستكملوا الفتوحات الإسلامية. وبعد ما سقطت الدولة الأموية بدأ عصر الدولة العباسية. العباسيين نقلوا العاصمة بدل دمشق خلوها بغداد، وأصبحت هي مركز العلم والثقافة. في العصر العباسي اهتموا بتقديم الفنون والعلوم والأدب، واهتموا كمان بحركة الترجمة والعلم والعلماء، وأنشأوا بيت الحكمة والمكتبات. 2. حدد الأثر الناتج عن ضعف الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني أدى إلى سقوط الدولة العباسية على يد المغول. 3. وضح أهم إنجازات العصر الأموي. من أهم إنجازاتهم تعريب الدواوين، أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للإدارة. سك العملة الإسلامية، استكمال الفتوحات الإسلامية. الأداء المنزلي اللي هو الواجب. 1. دلل على صحة أو خطأ هذه العبارة. كانت صحيفة المدينة أول دستور مكتوب بينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم. العبارة صحيحة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع أول دستور مكتوب وهو صحيفة المدينة اللي نظمت العلاقة بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة. 2. ما العلاقة بين اللغة العربية والحضارة الإسلامية؟ اللغة العربية ساعدت على توحيد الشعوب اللي دخلت في الإسلام ونشر العلم والمعرفة والتبادل الثقافي بين المسلمين. الفترة الثانية الحضارة الإسلامية من الحياة الفكرية والعلمية وحتى تواصل الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى. الأداء الصفي في ضوء دراستك أجب. كيف أثرت الحضارة الإسلامية في تطور العلم والمعرفة؟ ترجموا كتب اليونانيين والفرس، مش بس ترجموها، ده ضافوا ليها وكمان طوروا الكتب دي.
هتقوله حيث قاموا بترجمة كتب اليونانيين والفرس لكنهم لم يكتفوا بالترجمة بل أضافوا إليها وطوروا ما فيها. 2. دلل على صحة العبارة: اهتم الخليفة هارون الرشيد بالعلم. الدليل على ذلك إنه أنشأ المدارس والمكتبات ومراكز العلم زي بيت الحكمة في بغداد. ب. فكر وأجب. 1. وضح دور التجار المسلمين في نشر الحضارة الإسلامية. اشتهر التجار المسلمين بالصدق والأمانة وتمسكوا بمبادئ الدين الإسلامي السمحة في البيع والشراء. 2. دلل على صحة العبارة: اهتم المسلمين بالعلم والتعليم. الدليل على ذلك: برزت العلوم الدينية كالفقه والتفسير والحديث، وكمان العلوم الطبيعية زي الرياضيات والفلك والطب والكيمياء، ومراكز العلم زي بيت الحكمة في بغداد اللي أسسه الخليفة العباسي هارون الرشيد. الأداء المنزلي اللي هو الواجب: 1. بما تفسر ازدهار التجارة في الحضارة الإسلامية. لسه قايلينها، ازدهار التجارة كان سببها ازدهار الزراعة والصناعة، والمسلمين اهتموا بإنشاء الأسواق والاستراحات والأساطيل التجارية وإصلاح الطرق التجارية. 2. ما العلاقة بين حركة الترجمة وقيام النهضة الأوروبية الحديثة؟ أدت إلى أن العلماء المسلمين ترجموا الكثير من الكتب في مجال الطب والرياضيات والفلك، وكتب تانية كتير ترجموها للغة اللاتينية، فدي كانت أساس قيام النهضة الأوروبية الحديثة. التقييم الأسبوعي نموذج ألف. 1. أكمل العبارات الآتية: قامت الحضارة الإسلامية على مجموعة من العوامل ساعدت على ازدهارها واستمرارها، ومنها الدين الإسلامي والقيم والأخلاق. 2. أسس معاوية الدولة الأموية وجعل عاصمتها دمشق. 2. بما تفسر نشاط حركة التجارة في ظل الدولتين الأموية والعباسية. لسه قايلين السؤال ده برضو، هتقوله بسبب ازدهار الزراعة والصناعة، واهتم المسلمين بإقامة الأسواق والاستراحات والأساطيل التجارية وإصلاح الطرق التجارية. 3. دلل على صحة العبارة التالية: كان للمرأة مكانة كبيرة في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى. الدليل على ذلك إن المرأة كانت أدوارها كتير متعددة، يعني بجانب دورها كأم كانت بتقوم ببعض الأعمال مثل المشاركة في المعارك لتضميد الجرحى وسقي المحاربين والتجارة والطب والفقه. 4. من النتائج المترتبة على ضعف الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني، ده أدى إلى سقوط الدولة العباسية على يد المغول. نموذج ب. 1. أكمل العبارات الآتية: الانفتاح على الحضارات الأخرى أحد عوامل قيام الحضارة الإسلامية. قام العباسيون بنقل عاصمة الخلافة إلى بغداد. لازم تكون عارف إن عاصمة الخلافة الأموية دمشق، عاصمة الخلافة العباسية بغداد. 2. بما تفسر انتشار الحضارة الإسلامية في آسيا وأوروبا. انتشرت الحضارة الإسلامية في قارتي آسيا وأوروبا عن طريق التجار المسلمين، التوسعات والرحلات الاستكشافية للعلماء المسلمين، وانتشار اختراعات المسلمين في أنحاء قارتي آسيا وأوروبا. 3. دلل على صحة العبارة التالية: ازدهار الزراعة في العصر العباسي، حيث أنشأ العباسيون قنوات للري بين نهري دجلة والفرات. 4. من النتائج المترتبة على ضعف الخلفاء في أواخر العصر الأموي، أدت إلى سقوط الدولة الأموية وتولي العباسيين الحكم بعدهم. نموذج ج. أكمل العبارات الآتية: انتشرت الحضارة الإسلامية في آسيا وأوروبا عن طريق التجار المسلمين، التوسعات والرحلات الاستكشافية للعلماء المسلمين. اهتم المسلمين بالعلم والعلماء فبرزت عندهم العلوم الدينية والعلوم الطبيعية. 2. بما تفسر سقوط الدولة الأموية بسبب ضعف الخلفاء في أواخر العصر الأموي. 3. دلل على صحة العبارة التالية: تعددت أدوار المرأة في المجتمع الإسلامي. الدليل على ذلك إن المرأة كانت أدوارها كتير متعددة، يعني بجانب دورها كأم كانت بتقوم ببعض الأعمال مثل المشاركة في المعارك لتضميد الجرحى وسقي المحاربين والتجارة والطب والفقه. 4. من النتائج المترتبة على ترجمة كثير من كتب العلماء المسلمين إلى اللغة اللاتينية، بقت هي أساس قيام النهضة الأوروبية الحديثة. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وهرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.